كله بيلعب بوش الرجل. كانت حاجه غريبه من لعيبه النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي النهارده استحق الفوز. الاهلي عبقري الصراحه، لانه واضح جدا ان هو كان مذاكر فريق يانج افريكانز، وعارف انه يانج افريكانز بيلعب على الاستحواذ والتمريرات القصيره، عشان كده ساب لهم الكوره وكان بيلعب على التحولات. وده يبين لك قد ايه ان الراجل ده مذاكر كويس الفريق اللي قصاده. ومش عيب ان انا حتى لو بلعب على ارضي ان انا اسيب الكوره للخصم والعب على التحولات. ولعيبه الاهلي كانت بتنفذ التحولات بشكل سريع، وده خلق فرص كتيره، لكن كان في رعونه في انهاء الهجمات، وده ظهر في اكتر من لقطه، وخصوصا موضوع وش الرجل اللي كان غريب شويه على لعيبه الاهلي. مشاركه مروان عثمان كانت جيده الى حد ما، لكنه اكد ان هو مش مهاجم صندوق. يعني هو ما يلعبش رقم 9، هو يلعب سكند سترايكر كده، لكن هو مش مهاجم صندوق برضه. جراءة تحسب للمدرب ان هو شارك مروان عثمان، وشارك كمان الثابت في اداء الاهلي انه امام عاشور افضل لاعب في مصر حقيقه. يعني انا امام عاشور كل ماتش بيثبت ان هو في الفتره الحاليه افضل لاعب في مصر. يا كابتن حسام حسن، مصطفى شوبير ما يقعدش احتياطي. مصطفى شوبير ان شاء الله يكون حارس مصر في كاس العالم اللي جاي. والاصابه الاولى تاتي الان لتريزيجيه كابتن النادي امام فريق لديه نفس الرصيد من النقاط. تحدي التغطيه موجوده من جانب اليو ديانج، ترجع كره خطيره، تسديده مرت بعيده عن المرمى، كانت خطيره على مرمى مصطفى شوبير. اوكيلو اللاعب الوغندي سدد كره من داخل منطقه الجزاء. لابد من الرقابه اللصيقه على لاعبي يانج افريكانز. شوفوا اتحرك، طلب الكره وعدى من اليو ديانج ولعب تمريره لاوكيلو، راح له ياسين مرعي لكن لعبها جميله بقدمه اليسرى. وادي اليو ديانج، محمد هادي يكسب من الفترات، تغيير اتجاه اللعب بكوريلا. اللعب التقليدي غير مطلوب بالتاكيد. شبيبه القبائل في الجوله الاولى، وهدف التعادل اللي كان في محمد هادي. حرك زيزو هادي، ياسر ابراهيم لزيزو، حرك مروان عثمان. وادي عرضيه للاهلي على ملعبه بعد ما لعب في الجوله الاولى امام فريق شباب. قرأ النادي الاهلي جيدا للمدرب بيدرو سواريش. زيزو يلعب تمريره داخل المنطقه، مروان عثمان. هذه امام عاشور يكسب رميه التماس. وادي التحرك الرائع والتسديده شوبير، والدفاع الرائع، وركله مرمى للنادي الاهلي. ركله مرمى للنادي الاهلي. برافو شوبير. هجمه سريعه كانت بجانب فريق يانج افريكانز، انتهت بتسديده من جانب الان اوكيلو. ادي الان الدخول سريعه، وبالتالي لابد من التركيز الكبير من جانب قلبين الدفاع. يلعب تمريره لتريزيجيه لكن ضغط عليه، وبيلعبوا على التحولات. مروان يلعب كره في الامام، لا وجود للتسلل، لكن صفر الحكم، اعلن عن تسلل على تريزيجيه. شوف العاده، مادو نجوم المساعد الاول ومعاه مامادو نجوم. انتهت وبنلعب في الخمس دقائق الاخيره. لمسه جبت قويه، التمريره على مروان، لكن يا ولد لعب عرضيه وصل يعني اكثر بتقارب الخطوط. ياسر يلعب لزيزو، زيزو التمرير على اليو ديانج. روح يا اليو يلعب تمريره في من الان اوكيلو، ترجع من جديد. هزاري من اللاعب كما يقولون تتفوق على الشجاعه في هذه المواقف. البولندي ديبو كذلك بيلعب اول ركنيه لفريق يانج افريكانز. شوبير بالبوق عثمان، مروان عثمان، تمريره جميله لتريزيجيه، خرج ديارة، وصلت لامام عاشور من جديد. امام عاشور استلم امام، حرك له تريزيجيه. امام من جديد بيبحث عن ثغره من اجل التسديد، يلعب لمروان عطيه، لكن شوفوا التدخل القوي جدا من جانب لاعب يانج افريكانز. غير اتجاه اللعب ممكن يلعب عرضيه هاني، تريزيجيه، جول تريزيجيه، الله عليه. ظهر اخيرا تريزيجيه، سجل في الوقت المحتسب بدل من ضائع. يلعب يا هاني على راس تريزيجيه. جول، هدف اول في الوقت المحتسب بدل من ضائع، يعدل الامور تماما في هذه المباراه. تفوق الفريق التنزاني خططيا ودفاعيا، ولكن تريزيجيه، كراتك يا تريزيجيه لم يظهر كثيرا في هذا الشوط، لكن يا ولد يا هاني على العرضيه اللي على القائم البعيد طار تريزيجيه وسجل اول هدف اللقاء. 1-0 للنادي الاهلي، 1-0 للمارد الاحمر. الله يا هاني على العرضيه، الله يا تريزيجيه على الارتقاء، والهدف الاول للنادي الاهلي.
تشتعل المدرجات في استاد برج العرب. دخول غرف الملابس بهذا الهدف بالتأكيد سيغير كثيرا من مجريات الأمور في الشوط الثاني.